ليوناردو بتبدا على جزيره الطيور بعد لما الخنازير ولاد الخنازير اتطردوا منها الجزء اللي فات وبقى ليهم جزيره خاصه. والجزء اللي فات انت المفروض انك تلاقيه في الاي اللي فوق، مش عارف بقى يمين على شمال حسب انت عامل لغه عربي ولا انجليزي. المهم قول يا رب بس كريم يحطه. المهم الطائر ريد بالصحاب بيكون اتشهر على الجزيره وبقى زي البطل بالنسبه لهم. ريد بيلاقي ان الخنازير ولاد الخنازير بيرموا عليهم حاجات من الجزيره بتاعتهم، فريد وبومب وتشاك بيجهزوا بمدافع وبيرموا عليهم هم كمان. انتوا هترموا علينا هنرمي عليكم. وشويه بالصحاب بومب بينط في الميه فبيعمل طوفان بيفشخ جزيره الخنازير باللي فيها باللي عليها اساسا. فالخنازير ساعتها بييجوا بيرموا سلطعونات على الطيور، ومره واحده كره ثلجيه عملاقه بتقع على جزيره الخنازير ولكنها بالصحاب بتبقى مش من جزيره الطيور. الله طب مين اللي رماها؟ لما رئيس الخنازير بقى واللي اسمه ليوناردو بيبص من خلال التلسكوب بيلاقي الكره الثلجيه جت من جزيره ثلجيه بعيده حبتين عنهم. فبيبعت رساله ريد بتقول ان هم عايزين هدنه ما بينهم وان هم محتاجين يتكلموا مع بعض. ولسه ريد ابو الصحاب بيفكر يوافق ولا لا بيلاقي واب من الرسائل بيوصل لكل طيور الجزيره ان الخنازير عملوا هدنه مع الطيور. طب انا ما اتفقتش، انا قلت حاجه اصلا. طبعا ابو الصحاب ده مش بيعجب ريد لانه هو شايف نفسه البطل المغوار الجبار الفتاك الاندر اتاك اللي بينقذ الجزيره كل يوم، وبما ان حصل هدنه فما بقاش ليه لازمه اساسا وهيرجع وحيد من تاني. بس بومب وتشاك بيقولوا له ان هم محضرين مكان كده مفاجاه ليه عشان بقى فاهم يروحوا يصيفوا يقضوا وقت حلو هناك. والحقيقه صراحه انا مش عارف هو ذكر ولا انتايه صراحه، فهعامله معامله الذكر وخلاص. يعني انت ما تفهمش اليومين دول بقى الترانس في الدنيا يعني. المهم بيكون ابو الصحاب مع المساعد بتاعه اللي اسمه ديبي، وحياته بتبقى وحيده ممله لان كل حاجه من التلج اساسا. يعني ما فيش اي حاجه، كله من التلج حرفيا. حتى الميه بتنزل قطع تلج والاكل متجمد ومش عارف يستحمى وريحته طلعت وحاجه قمه في القرف يعني. فبيقرر ساعتها ان هو يشن حرب على كل الجزر المجاوره عشان يستولي عليهم، وعشان كده رمى كره ثلجيه على جزيره الخنازير عشان عايز يستولي عليها. شاكو وبومبا بالصحاب بيطلعوا واخدين ريد المكان موعد سريع شبه الفيديوهات اللي بتطلع لك بالليل لما بتكون سهران فاهم، مش بتعمل حاجه غير انك بتقلب في الواتش بتاع فيسبوك اصلا، وتلاقي اتنين اساسا محتاجين يستحموا قاعدين في ديت مع بعض، لو حد داس على الزرار التاني يطلع ويخش واحد تاني بداله. عارف انت النظام اللي بتوع ايجيبت دول يعني. المهم والله انا لو قالوا لي روح هناك مش هرضى على حسب عندهم فلوس يعني. المهم بومبا بالصحاب وتشاك وريد بيبداوا ان هم يقعدوا على الترابيزات مع النسوان، وبومبا وتشاك بتكون ولعانه معاهم على الاخر يعني الناس مظبطينها قوي، ولكن طبعا عمنا ريد ضارب لخمه ومش عارف يشقط حتى ولا ورك فرخه يعني. لحد لما بتجي له واحده كده بتعايله ان حصل هدنه بين الخنازير وما بين الطيور وان هو ما بقاش ليه اي لازمه وهيبقى وحيد من تاني. يلا يا وحيد يا معفن يا فريد. ساعتها بيتعصب منها وهنا هوكموس مش هيتدخل يعني. المهم ريد بيسيب المكان وبيمشي يروح بيته. ريد بيكون قاعد فاقد الشغف والاستمراريه والدوافع الحياتيه واي حاجه تخليه يكون ان هو انسان وعنده احتياجات وعنده رغبات مش بتتحقق اساسا والدنيا جايه عليه وفشخاه وطالع ميتين امه محدش حاسس بيه يعني. عشان انا بتكلم عن ريد ولا بتكلم عن نفسي ولا المهم علينا يعني. المهم وقاعد فاقد الشغف في بيته وبيلاقي الباب بيخبط، ولما بيفتح بيلاقي ليوناردو الخنزير في وشه. والله انا مش بستمه، هو خنزير فعلا. المهم ان هو بيتفجع ويبدا ان هو يدافع عن نفسه ويضرب ليوناردو، ولما بيعرف ان ليوناردو جاي فيه سلام وعايز يتكلم معاه بس فاهم انت، بيقوم بقى ابو الصحاب ربطه احتياطي برضك احسن يكون عايز يعمل حاجه كده ولا كده، وبيسالوه عايز ايه يا اسطى. ليوناردو يقول له ان في مصيبه حضرتك، طلع ان في جزيره ثالثه غير جزيره الطيور والخنازير، والجزيره دي اسمها جزيره النسور، وعايز انها تدمر جزيره الخنازير والطيور مع بعض، فلازم ان احنا نتحد عشان نوقف الخطر ده. وعلشان ريد طبعا التنشن من سنين 90 بيوافق عشان يبقى بطل الموقف. فانت فاهم لما نتحد نوقف بقى الجزيره يبقى انا بطل بقى من تاني فاهم الدنيا زي الفل بقى. بيروح بعد كده هو وليوناردو يطلعوا بومب من السجن بعد لما فرقع حمام عمومي اساسا هو بيعمل نمبر 2 فشخ الحمام حرفيا. المهم بعد كده بيروح لتشاك وبيضموا للفريق بتاعه وبيروحوا لايجل، ولو انت مش فاكر فايجل ده النسر بتاع الجزء اللي فات. المهم ان هم بيضموه هو كمان بما ان هو نسر وعارف نقطه ضعف النسور، وعلشان الفريق يعرف ازاي مدفع كره الثلج بيشتغل محتاجين يلاقوا مهندس عبقري. فتشاك ساعتها بيقول رد على اخته المهندسه العبقريه واللي اسمها سيلفر واللي بتكون ابو الصحاب شغاله في الاكاديميه الهندسيه. بيروحوا بعد كده كلهم الاكاديميه عشان يقابلوها، واول لما رد بيشوفها بيعرف ان دي بنت اللي هو قابلها قبل كده في مكان الموعد السريع اللي قالت له ان هو حصل هدنه وانت ما بقاش ليه لازم بقى هتبقى وحيده لو مالكش مكان وسطينا. فطبعا رد بيكون مش عايز ان هو يضمها للفريق بتاعه، ولكنه بيضطر ان هو يضمها عشان هي عبقريه وبقيه الفريق اصلا كده كده حبها، ده غير انها اخت تشاك واسطه فاهم داخله معاهم واسطه يعني. بالليل بيعملوا اجتماع ورد وليوناردو بيعرفوا الفريق المشكله، واول لما ايجل بيشوف زيتا بيخاف وبيتوتر كانه عارفها ولكنه بينكر ان هو ليه اي علاقه بيها. المهم رد بعد كده بيقول لهم ان الخطه ان هم هيروحوا على جزيره النسور ويخشوا جوه السلاح الخارق اللي بيرمي كور التلج ده ويدمروه. يعني بالبلدي هم ما فيش خطه اساسا، هم هيروحوا يبوظوا السلاح وخلاص اصلا، ومش بيلحقوا اساسا يكملوا كلامهم لان جزيره النسور بترمي على مكان الاجتماع كره تلج عملاقه، فالكل ساعتها بياخد ديله في اسنانه او جناحه في اسنانه وبيجري. وبمساعده ايجل بيطيروا من المكان ومعبقريه سيلفر محدش والحمد لله بيتاذي وكله في السكرانتاس. تساليش ايه السكرانتاس دي؟ هي كلمه طلعت معايا وانا بتكلم فمشي حالك يعني. الفريق بيتجهز عشان يروحوا لجزيره النسور وبيركبوا سفينه ليوناردو اللي بتبقى متطوره
حبه حلوين كده. وجوه ابو الصحاب بقى بيقابلوا العالم جايل اللي بيصنع الاسلحه والادوات اللي هتساعدهم في هزيمه مين؟ هزيمه النسور. الفريق بيوصل للجزيره ولكن ايجل بيقول لهم ان هو مش هيعرف يكمل معاهم لان زيتا تبقى خطيبته السابقه او الاكس بتاعته، واحنا هنعمل ان احنا مش واخدين بالنا ان احنا كنا كل ده بنشير اليه بهيئه المذكر يعني، فما تاخدش بالك انت فاهم وعديها يعني مش حالك يعني. المهم ايجل بيحكي لهم ان هو زمان في التسعينات كده قابل زيتا في المدرسه وحبها، وكانت اذكى نسرايه في المدرسه كلها، وهي وايجل عاشوا قصه حب رائعه لحد لما ايجل اتقدم لها، وفي حفل الجواز هو ما حضرش وسابها وجا لجزيره الطيور هربان من المسؤوليه يعني طلعت علق في الاخر يعني. المهم ايجل بعد كده بيقول لهم طريق السلامه انا، وبيرجع لجزيره الطيور مع نفسه، وبقيه الفريق ساعتها بيتقسم لفريقين، ريد وسيلفر بيتسللوا عشان يروحوا يدمروا السلاح من الداخل، وبقيه الفريق بيتنكروا على شكل نسر وبيتسللوا للمقر بتاع زيتا. عند ريد وسيلفر بيوصلوا فوق السلاح وبيشوفوا ان هو في مولد كهرباء للسلاح ده، لو دمروه هيتعطل، ولكن المشكله ان في حراس بالهبل، ولكن الحمار المتهور اللي اسمه ريد بينط برضك جوه السلاح، وبعد تسلل كتير انا اساسا مش هحكيه لكم يعني، اخيرا ريد بيوصل لمولد وبيقطع السلك بتاعه، بس بيطلع ده كان سلك مايكرويف اصلا ابن الهبله، وبيجوا الحراس بيدوهم على دماغهم ويغمن عليهم. عند بقيه الفريق بيحاولوا يخشوا المختبر ولكن بيكون بكلمه سر وبطاقه دخول، ويسمعوا ساعتها حراس جايين فبيستخبوا، واحد من الحراس بيروح الحمام فبقيه الفريق بيروح وراه عشان ياخدوا منه البطاقه، ولكن بالغلط بالصحاب بيدوا له بالقفا فبيتخبط في الباب، وبيرجع وهو دايخ كده بيتخبط في الباب تاني وبيتخبط في الرخام. المهم يعني ان هو بيتفشخ ويغمن عليه في الاخر، وبيعرفوا ان هم الحمد لله ياخدوا البطاقه بكل سهوله يعني. يخشوا بعد كده المختبر اللي فيه السلاح، ولكن الزي التنكري اللي كان معاهم بيقع فبيرجعوا زي الكلاب يطلعوا من المختبر والا هيتفشخوا. ريد بيفوق وبيلاقي نفسه متكتف هو وسيلفر وزيتا تبقى قدامهم، وبعد شويه كلام معاهم بيعرفوا انها محروقه يعني فاهم انت من الواد ايجل عمله عشان سبب حفله الزواج بتاعها وكده يعني ومشى، وانها عايزه تسيطر على جزيره الخنازير والطيور وتحولهم للملاهي بقى بتاعتها. وفعلا بتبدا انها ترمي كور على الجزيرتين، ولكن مش كور تلج بس والصحاب، انما كور تلج جواها حمم بركانيه مدمره. ازاي؟ ما تسالنيش. المهم الموضوع بعد كده بيكبر وكتير من الخنازير والطيور بيموتوا اساسا، وقدام دلوقتي ابو الصحاب ريد 10 دقايق ينقذوا الجزيرتين يا اما هيدمروهم. بقيه الفريق بمساعده بوم بيقدروا ان هم يخترقوا المختبر وبينقذوا ريد وسيلفر. ساعتها ريد بيعقل الموقف وبيفهم ان هو قائد فاشل اساسا، وبيعلن ان سيلفر هي القائده. سيلفر بقى بتقول لهم ان السلاح بيشتغل بالحراره والتبخير، زي اي سلاح بيشتغل بالحراره فاكيد في جزء لضغط البخار، فهم لو دمروا الجزء ده السلاح هينفجر. فهمت حاجه؟ ما فهمتش. المهم ان هم هيعرفوا ان هم ازاي يدمروا السلاح. فالخطه هي ان بومب هيعطل الحراس ويفشخهم، اثناء ما تشاكي بقى ابو الصحاب يعطل كاميرات المراقبه، اثناء ما ريد وسيلفر يخشوا كوره من جوه التلج دي والنورد ينكس اتجاهها بحيث ترجع تاني ترد في السلاح تدمره. الخطه بتكون ماشيه زي الفل لحد لما كوره التلج بتقع على الجهاز ومش بيحصل اي حاجه. انا مش فاهم صراحه وين الاكشن يعني. زيتا بقى بتقعد تضحك عليهم، وكانت لسه هتدوس على الزر اللي هيدمر الجزيرتين بحالهم، بيجي يجلو بيعتذر لها ان هو سابها، وبيقعدوا هما الاثنين يجلدوا في ذات بعض اساسا. واثناء ما بيتكلموا سيلفر بتدي تشاك حبل خارق كده بالصحاب يلفوا حوالين فوات السلاح، فالنار تلف وتدمر السلاح كله. المهم زيتا بعد كده تفشخ ايجل في افكاره، وانها عملت موف اون اساسا بقالها 20 سنه، ده غير انها عندها بنت واللي هي ديبي، او بمعنى اصح يعني بالصحاب بنتهم، لان زيتا كانت حامل قبل ما يجي يجورها. ولو في اي طفل يعني اقل من سن 20 سنه بيتفرج على الفيديو ده، فاحب اقول لك يا ابني ان غلط الحاجات انها تحصل قبل الجواز. افهم يعني. تقول لي ايه يا ابني ان هو يحصل قبل الجواز؟ اقول لك ماسك الايدين غلط قبل الجواز، والله ماسك الايدين غلط فعلا قبل الجواز. زيتا ابو الصحاب بتتعصب وبتطلق وابل من الكور العملاقه على الجسر، ولكن بسبب الحبل الخارق الكور بترجع من تاني في السلاح وبتعمل انفجار عملاق، والكل بياخد ديله في اسنانه او جناحه في اسنانه وهات كفاكيك. وبعد لما بيخرجوا زيتا بتبص حواليها بتلاقي بنتها تحت الحطام، فبتحس بالندم على اللي هي عملته، ولكن بيطلع ان ايجل حماها ودي ما ماتتش والحمد لله. دي كده بتحب ابوها وبتشكره، فزيتا ساعتها بتسامحه وتقرر انها تكنسل الموف اون بقى ويتجوزوا على جزيره الطيور. وكل السكان بيكونوا فخورين جدا بريد ان هو انقذهم، ولكن ريد بيقول لهم ان سيلفر هي اللي ليها الفضل في ده، وهي وبقيه الفريق من اول بومب لحد ليوناردو الخنزير ابن الخنازير ابن وبسبب الخطاب ده السكان حبوا ريد اكتر والحمد لله. وبكده بالصحاب الفيلم خلص بقوه الحب حرفيا، وفي زواج بقى ما بين ايه عمنا ايجل اسمها زيتا كده. المهم يا ابو الصحاب طالما وصلت الى هذه النقطه فاحب اقول لك ان توتا خلصت الحدوته. مش تعمل سبسكرايب لايك كومنت شير، ما تنساش تعمل فولو على انستجرام، ما تنساش تعمل فولو كريم اسامه عشان هو اللي كاتب السكريبت ده، وتعمل فولو لزياد محمد عشان هو اللي منشن الفيديو ده، وتخش على الديسكربشن تحت وهتلاقي قناه حدوته جيمنج فتعمل لها سبسكرايب، وهتلاقي القناه بتاعتي اللي هي حسن فتحي فتعمل لها برضه سبسكرايب، وهتلاقي قناه حدوته كان فبرضه تعمل لها سبسكرايب. وانت ماشي كده هتلاقي لينك خش منه على قهوه حدوته، اشرب لك حاجه واستناني جوه، وبقى برضه اعمل سبسكرايب وانت قاعد. وبس كده يا جدع، سلام عليكم.